في ناس ربنا بيكتب ليهم علاقة هادية، علاقة بتشيل منهم التعب، بتديهم إحساس أمان كانوا مفتقدينه. علاقة ما فيهاش صراع ولا مين بيحب أكتر أو مين بيهتم أكتر. علاقة فيها احترام وراحة واطمئنان، بيجبروا على خاطر بعض مش بيزودوا أوجاع على بعض. فلو انت واحد من الناس دي فانت في نعمة كبيرة أوي، بس خد بالك إن النعمة اللي ما بتتشكرش بتزول. فحافظ على شريكك بالكلمة الحلوة، اهتم ولو بأبسط التفاصيل، ما تستخسرش حضن ولا سؤال ولا محاولة صغيرة تفرح فيها اللي معاك. أما بقى لو لسه النصيب الحلو مجاش فأنت مش لوحدك، في كتير زيك، وده طبيعي لأن في حاجات ربنا بيأخرها لحد ما تبقى جاهز تستقبلها وتعرف تحافظ عليها. فما تستعجلش وما تقبلش بأي علاقة لمجرد ان انت تبقى زي الناس. اختار اللي يفهمك مش اللي يزهقك، اختار اللي يطمنك مش اللي يلففك حوالين نفسك. وخليني اقولك نصيحة صغيرة، لما العلاقة الصح بتيجي مش هتحتاج تجري ولا تثبت ولا تتصنع، هي هتيجي بسهولة جدا وهتهدي على قلبك وهتخليك تقول اهو ده اللي كنت مستنيه. فانت امشي في طريقك واهتم بنفسك، لان الحاجة الحلوة بتيجي في وقتها ومن غير ما تدور عليها.